أول عنصر مهم جدا وهو الطبع، دي الفطرة، ده اللي انت اتولدت بيه، المصدر الأساسي لمواهبك وطريقة تفكيرك وأنواع الذكاء اللي عندك. كمان الطبع بيأثر في علاقاتك بحاجات كتير، زي الشجاعة، الكرم، الجراءة، حب الظهور، الصدق أو الميل للكذب، وحتى طريقة تعاملك مع الناس. يعني لو جاي بقى تسأل هل الحاجات اللي أنا قلتها لك حالا هي ثابتة مش بتتغير، فهقولك إن الاستعداد موجود من البداية لكن بيتشكل بعد كده. وعشان كده لو بصيت على الأطفال الصغيرين هتفهم الفكرة بسرعة. هتلاقي طفل لسه عنده سنتين بس جريء جدا عن طفل تاني، بيمسك في أي حاجة، بيجرب ومش بيخاف. وطفل تاني يكون نفس السن بس هادي، قاعد لوحده، مش حابب يختلط حتى مع أهله. وفي طفل من وهو صغير جدا نظراته معبرة، بيتفاعل ويحسسك إنه فاهم وواعي، أو تحس إن ضحكته كده معبرة، فتلاقيه مثلا ممكن يظهر لك في إعلان في التلفزيون أو حاجة زي كده. وفي طفل تاني بارد شوية، مش بيعبر بسهولة ومحتاج وقت علشان يتفاعل. اللي بيحصل ده مش صدفة، ده اسمه استعداد فطري، وده اللي بعد كده ممكن يخلي حد يميل إنه يكون شخصية بتميل للهدوء والتركيز الداخلي، أو العكس تماما. فاحنا كده فهمنا إن الطبع حاجة أساسية جدا في تحديد سلوكك من البداية، لدرجة إن علماء النفس دلوقتي ممكن يراقبوا طفل صغير لحد سن 6 سنين ويقدروا يحللوا شخصيته ويقولوا ده عنده ميول لكذا، طبعه رايح في الاتجاه ده. بس الطبع مش هو العامل الوحيد، في عنصر تاني مهم جدا وده اللي اسمه التطبع، النتشر. وده ببساطة كل اللي حواليك، اتولدت فين، في أي بلد، في أي بيئة، بدأت تتأثر بمين، أمك، أبوك، عيلتك، صحابك، المدرسة، المجتمع، الإعلام، وحتى شغلك بعد كده. كل ده بيشكلك وبيأثر في طريقة تفكيرك وسلوكك. يبقى عندك لحد دلوقتي عنصرين، الطبع والتطبع. الطبع ده اللي جواك من البداية، التطبع اللي اتكون بسبب اللي حواليك. نيجي بعد كده لأهم عنصر وده اللي بيفرق فعلا، الإرادة، الويل. العلم بيسميها دلوقتي بجيناتيك فاكتور، يعني قدرتك إنك تتدخل وتعدل وتتحكم. تخيل كده إن طبعك زي الحصان، الإرادة هي اللجام اللي في إيدك، تقدر توجهه، تظبطه، تمشيه في طريق معين، لكن لو سبته هيرجع لطبيعته تاني. علشان كده احنا بنقول إنك تقدر تغير سلوكك لكن مش بسهولة تمسح طبعك. وعلشان كده كمان التربية المستمرة مهمة جدا، وإنك تفضل واعي بنفسك طول الوقت. وهنا لازم نفهم نقطة مهمة جدا، مش مطلوب منك تبقى أي حاجة وخلاص. يعني لو طبعك بيميل إنك تبقى هادي كده أو في مكان معزول، مش شرط تبقى أحسن متحدث في الدنيا. ولو علاقاتك بطبيعتها محدودة، مش لازم تبقى شخص اجتماعي جدا غصب عنك. لازم تفهم حدودك وتشتغل جواها بذكاء. وهنا بيظهر صراع مشهور جدا في علم النفس، Nature vs Nature conflict، يعني صراع بين طبعك والبيئة اللي حواليك. يعني لو واحد اتولد بطبعه هادي، بيحب يقعد لوحده، يقرأ، يحلل، يركز، لكن اتربى في بيت اجتماعي جدا، دايما في ناس داخلة وخارجة في البيت وخروج وكلام، هنا الرسالة بتوصله إن هو يتكلم ويبدأ يختلط وما يبقاش لوحده، فيبدأ يحصل جوه صراع. أو العكس برضه ممكن يحصل، واحد اجتماعي جدا بيحب الناس والكلام والتجمعات، لكن اتربى في بيئة هادية، كل واحد في حاله والكلام الكتير مش مرغوب، فيتقال له طول الوقت انت بتتكلم كتير كده ليه، ما تقعد بقى في البيت شوية. ويبدأ هنا يكون في تناقض، ده اسمه صراع بين الطبع والتطبع. ومن الصراع ده بيطلع نسخة تالتة منك، مش طبعك الصافي ولا البيئة بس، لكن مزيج ما بينهم. وده بيفسر حاجات كتير جدا، ليه بتعمل تصرفات ومش فاهم سببها، وليه في حاجات مش قادر تعملها رغم ان غيرك بيعملها بسهولة، وليه لما تقارن نفسك بحد تاني بتحس ان في فرق كبير. بس هنا في خبر كويس، كل اللخبطة دي لها تفسير واحنا هنفهمه واحدة واحدة مع بعض. اول لما تبدأ تفهم شخصيتك ونمطك بوضوح، هتفهم نفسك اكتر بكتير وكمان هتفهم غيرك، وساعتها هتلاقي التعامل بقى اسهل واهدى واذكى.